السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بكلمتين فقط يغفر لك ما تقدم من ذنبك. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا هي نعمة الطعام، وبخاصة أن يطعم الإنسان على جوع، يكون الإنسان في قمة الجوع ثم ينعم الله عز وجل عليه بلقمة من حلال، فهذه نعمة عظيمة حرم منها كثير من الناس، حتى سمعنا أن بعضهم مات جوعا وبعضهم مات عطشا إلى غير ذلك. هذه النعمة من النعم التي امتن الله عز وجل بها على قريش، وأمرهم بأن يؤمنوا به وأن يعبدوه، وذكرهم بتلك النعمة فقال جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن بين النعم التي امتن الله عز وجل بها على قريش نعمة الطعام والإطعام عن جوع، أنه أطعمهم وهم جوعى بفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن كرم المولى عز وجل ومن كمال رحمة الله أن الله عز وجل يرزقنا ونحن الضعفاء لا نملك من أمرنا شيئا، يسر الله لنا وهيأ لنا الأسباب من أجل أن نحصل على الطعام من الحلال الصافي بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا أكلنا وحمدنا الله عز وجل على تلك النعمة التي رزقنا إياها غفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. تخيلوا، ففي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. فانظروا إلى عظيم نعم الله عز وجل علينا، هو الذي رزقنا هذا الطعام، فلما حمدناه زادنا فضلا ورحمة وإحسانا بأن غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، لمجرد أن قلنا الحمد لله على تلك النعمة التي أنعمها الله عز وجل علينا بفضل من الله سبحانه وتعالى. مجرد ما تأكل ومجرد ما تأكلي وتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا كلمتان يغفر بهم ما تقدم من ذنوبكم، ألا وهما أستغفر الله. بمجرد الاستغفار الله عز وجل يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفتح ما بيننا وبين الخيرات والأرزاق والبركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد حسن: من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. والاستغفار من أعظم أسباب الرزق ومن أعظم أسباب الرزق بالمال والذرية إلى غير ذلك بفضل الله. وقد قال جل وعلا على لسان نبيه نوح عليه السلام أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن أعظم صيغ الاستغفار ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. يعني وإن كان قد ارتكب تلك الكبيرة فقال هذه الصيغة غفر الله كل ذنوبه بفضل الله سبحانه وتعالى ما عدا المظالم التي بيننا
وبين البشر، بل إن الاستغفار سبب من أسباب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاء سيد الاستغفار فقال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر هذا الدعاء. قال: من قاله من الليل موقنا به فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله من النهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن يا حبايبي بكلمتين فقط تتغفر لنا ذنوبنا، بقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، نقوله بعد الطعام يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وبقول أستغفر الله يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه سبحانه وتعالى وجل جلاله، مع أن يعني طاعتنا لا تنفع الله ومعصيتنا لا تضره سبحانه وتعالى. فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: قال جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي أطراف السماء غفرت لك على ما ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا وجئت بها يوم القيامة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاحرصوا على تلك الكلمات، واحرصوا على أن تحمدوا الله عز وجل بعد كل طعام، واحرصوا على كثرة الاستغفار. ولذا أختم بهذه الكلمة: فقد كان أحد السلف رجلا فقيها عالما، فكان دائما يقول: الحمد لله، أستغفر الله. فقالوا له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال: بلى، أحسن غير ذلك كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة من الله تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمه وأستغفره من ذنوبي. يا سلام على فقه هذا الرجل، ما شاء الله. فأكثروا من الحمد ومن الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من القليل الذين قال عنهم الجليل سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وأن يجعلني وإياكم من المستغفرين في كل وقت وفي كل حين، وبخاصة والمستغفرين بالأسحار، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.